ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل لكم النهارده عجين بقى فلاحي كده، عيش فلاحي بقى كده ايه على كيفكم. معانا هنا حوالي 3 كيلو دقيق متعدد الاستخدامات اهو. اللي ما عندوش دقيق بلدي اللي هو بتاع الغله هنجيب دقيق متعدد الاستعمالات، وشويه دقيق ذره كده ابيض، لان في دقيق ذره اصفر وفي دقيق ذره ابيض. هنحط عليه حوالي على ال3 كيلو دول حوالي طبق كده. هنبقى ندخله بس معاكم اهو عشان تبقوا شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا بركة، بسم الله. كده هنحط بقى مع الدقيق بتاعنا ده معلقة ملح كبيرة ومعلقة سكر علشان تتفاعل معانا مع الخميرة اللي احنا هنحطها، خميرة فورية. هنشيل الملح كده ونضيفه على حسب بقى ما انت عايزة الحدق بتاعك للعيش. في ناس ما بتحبوش، يعني بتحب ملح خفيف خالص، حط ربع معلقة، انا حاطه حوالي معلقة. وهنضيف كده حوالي 3 معالق خميرة فورية عشان الجو برد يخمر معانا بسرعة. دول حوالي 3 معالق كبار. وهنضيف على الخميرة كده اهو السكر بتاعنا ده اهو علشان يتفاعل معانا ايه الخميرة. وهنقلبهم على بعض كده، مش محتاجين ان احنا نضيفهم على مية ولا حاجة. هنضيف بقى المية بتاعتنا اهي بس تكون دافية كده زي دمع العين. بسم الله الرحمن الرحيم. علشان لما نيجي نعجن والجو برد كده تبقى الميه ايه ما هيش ساقعه او تخمروا يعني معانا بسرعه، او تتفاعل برضو مع الخميره والسكر بتاعنا. الميه الساقعه بتبلط شويه. هنبدا بقى نعجن كده لحد ما الدقيق بتاعك يقبل الميه بتاعته قدامي. هوريكي اهو ان هو ايه، هوريكم يا بنات ان هو ما تحطوش الميه كتير كده عشان ما يعجنش في ايدك، تقومي تعرفي بقى دي يمرق في ايدك ما تعرفيش تلميه تاني. طول ما هو على الناشف كده احسن، كل ما يحتاج ميه اديله. طبعا انا يا حبايبي هعجن في العجانه، بس انا بوريكم طريقه العجنه هتبقى ازاي، وطريقه حططان الميه في الاول حبه حبه كده. خلاص اهو معانا. شوفوا بقى انا لما اجي اعجن هعجن كده كده. شوفوا بقى انا لما عملت في الميه بقى عامل ازاي. هو كده ما اتعجنش، بس دي المرق بتاعه اللي انا عايزاه عشان ما يبقاش عامل كده زي الزلابيه تيجي تعجنيه ما تعرفيش ناشف ازاي وجامد شويه. بس مش مشكله، احنا عايزينه كده. اما تيجي بقى تخلصي عجين كل 5 دقايق تحط نقطه ميه. حبايبي بقى احنا حمينا الفرن اهو، وهنخبز معاكم بقى العيش اهو الجميل. شايفين بقى الجمال ده؟ جمال بقى جمال. بس كنت بجرب الفرن وعسله. العيش اهو بشد من المكنه اهو. بيشقق كده، فكل واحده بنعملها كده نعمل ايدينا التانيه كده، وهنخربشه معانا بالشوك. عايزه تخربشيه بصوابعك ماشي، بس مش حابه يعني موضوع الصوابع دي، الشوكه انضف يعني واحسن.
خلي بالكوا لان بيبقى يكسر. تعملها بقى كده، دي ما بتشلش. دي بقى بالشاي يا جماعه ما اقولكوش. والمش بقى والقشطه بقى والعسل الابيض والحاجات اللي الناس بتحبها الجميله دي. احنا ما بنحبش يعني الحاجات دي، بس ايه في ناس بتحبها. احنا بنحب الشاي، انا بقى بحبه بالشاي. شوفوا بقى محمره سبتها هنا شويه علشان تعمل لها تنشف. شوفوا بقى بعمل بالشوكه اهو وبخربشها. انتوا زمانكم كلكم شاطرين والنبي وعارفين كل حاجه. ايه هد ما نصيبش. كده تمام. بسم الله. نطلع التانية بتاعتنا اهي، ومن ورا اهي ومن قدام اهي. المطرحه الصغننه الحلقه بتاعتي دي شايفينها؟ تشوي عليها السمك، تغسلها كده، تعملي عليها شويه كل حاجه عندي صغننه. فرن صغنن والعيش صغنن والمطرحه صغننه. وانا صغننه من الحلقه نسيت اقول لك. وانا صغننه كده ندور كده اهو علشان ما ننساهاش. شوفوا عند ما تيجي تتخرم كده نقوم ما عدناش نبطط بقى عشان ما تتخرمش معانا. شوفوا بقى الشوكه حلوه ازاي. وهي في الفرن بقى نستني فرصه كده عشان الفيديو زمانه طول قوي عليكم، واوريكم الجمال بقى بتاع الخضره بتاعتنا. ادي الشبت الجميل، شوفوا ملصلص وجميل ازاي. وادي الحماه، انا ما بعرفش يا جماعه كده الحمار اهو عسل عسله. شوفوا هعمله معاكم برد، يعني انا مش جايبه كده اوريكم وخلاص، لازم انا احشي لكم سلق جميل من المروق الجميل ده. يعني بحب قوي في المحشي، واحشي لكم واعمل لكم الخضره والسريس بتاعنا الجميل. وشوفوا بقى الجلوان وعساسه بتحب احساسك. ودي بقى الفجل الطري المورق بتاعنا الحجق الجميل كده بقى. خضرنا اللي جاي من ارضنا المزرعه، الاراضي المصريه الجميله، اراضي الفلاحين الجميله دي. وطماطم اخضر عينه بقى كده اغسله وعينه معاكم بقى في الفريزر ونطبخ بيه. ماشي يا حبايبي. وده بقى الفطير بتاعنا، ونمسح دي كده بالقماشه نضيفها عشان ايه لو متوسخه من الفرن ولا كده. بقماشه نضيفها بمنديل زي ما انت عايز. وكده بقى خلصنا حاجتنا الجميله وعيشنا الجميل وفطرنا الجميل وبهرنا الجميله وخضرنا الجميل ولسه لسه جميل، ما عادش حاجه جميل. خير بلدنا خير بلدنا.